تعال يا ولدي، اقعد حداي. أنا عارفة إنك يا ولدي كيف الصقر. أنت راجل وابن راجل، وأنا ربيتك صح، والناس كلها تشهد بأخلاقك. أنت دلوقتي يا ولدي داخل عتبة جديدة، حتكون مسؤول عن بيت وعن أسرة. أنا عارفة ومتأكدة مليح إنك قد المسؤولية، علشان كده اسمع الكلمتين دول زين وحطهم حلقة في ودانك. أنا وأبوك الله يرحمه كنا زي الحلة وغطاها، ما نقدرش نستغنوا عن بعض واصل. مهما حصل بيننا ما نقدرش نصغروا بعض. أفهمه بس من نظرة عينيه، كان يعمل لي حساب وأعمل له 1000 حساب. مشاكلنا محدش كان يعرف بيها واصل. علشان كده الجواز يا ولدي مسؤولية كبيرة قوي، هيحتاج منك حكمة وطولة بال. البنات دلوقتي بقت متعلمة وفاهمة وواعية، عارفة اللي ليها واللي عليها. فحياتك يا ولدي يا إما تكون زي طبق المش حادق في حلقك، يا إما تكون زي العسل وتاكل الشهد. فالمرة اللي حداك هي بتعكس صورتك. وعلشان ما طولش عليك حقولك اوعى تفكر في يوم انك تهين مرة. اللي بيهين مرة بيهين رجولته. اوعى صوتك يعلى ولا ايدك تطول، واوعى تكون قاعد زي الصنم وتتعامل معاها بالتجاهل والصمت. الست بتكره الراجل السلبي قليل الحيلة والهمجي قليل الأدب. فخلي بالك يا ولدي، المرة عندها الإهانة أصعب من الخيانة. هي ممكن تسامحك على خيانة، وممكن كمان يطلع العيب فيها وتحسن من نفسها، لكن عمرها ما حتنسى كسر قلبها بالإهانة. فالست يا ولدي لما بتتهان بتموت قلبها ومش بتشوفك، بتتمنى موتك وبتكره طلتك وقعادك معاها في البيت. فهيبة الراجل في أخلاقه مع أهل بيته قبل ما تكون مع الناس. فهمت يا ولدي؟